أفضل 10 أفلام أكشن مصرية جديدة في آخر كام سنة. النهاردة هشارك مع محبين السينما المصرية قائمة بأفضل 10 أفلام أكشن مصرية صدرت في السنوات الأخيرة، ووفرت للمشاهدين جرعة عالية من الحركة والتشويق والمطاردات المثيرة، وجمعت ما بين القصة القوية والإنتاج الضخم. بس في البداية بنرشح ليكم موقع موفيبيديا، وده موقع ترشيحات أفلام ومسلسلات خاص بينا ومتميز ورائد في نوعه، واللي أكيد إنه هيعجبك. وما تنساش برضو تصلي على النبي وتدعي لإخواتنا بالنصر والثبات، لأن المحنة لسه مستمرة. ويلا بينا. الفيلم الأول معانا هو فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، واللي صدر في 2024. الفيلم من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين وكريم قاسم وعلي صبحي، وبتدور قصته بعد مرور سنين على انفصال ولاد رزق، وكل واحد فيهم مشي في طريقه، ولكن فجأة بيظهر شخص من الماضي بيقلب حياتهم وبيضطروهم يرجعوا تاني لعالم الجريمة والسرقة عشان يقدروا ينجوا بحياتهم. والمرة دي العملية هتكون أكبر وأخطر بكتير من أي عملية عملوها قبل كده، وبتشكل عليهم تحدي غير مسبوق. والفيلم التاني معانا في القايمة هو فيلم شقه، وتم إصدار الفيلم في 2024. الفيلم من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني ومحمد ممدوح وأمينة خليل. الفيلم أحداثه بتدور حوالين شلة صحاب بيخرجوا عن القانون وبيمارسوا أعمال إجرامية مشبوهة، ولكن اللي بيعملوه ده بيدخلهم في مشاكل أكبر بكتير من تهورهم وشجاعتهم. الفيلم التالت معانا هو فيلم الإسكندراني، وتم إصدار الفيلم في 2024. والفيلم من بطولة أحمد العوضي وبيومي فؤاد وزينة وحسين فهمي وصلاح عبد الله. الفيلم بتدور أحداثه في قلب مدينة الإسكندرية، وبنشوف من خلالها شخصية بكر الإسكندراني، واللي بيعيش في صراعات كبيرة مع أبوه وابن عمه وحبيبته، وبيقرر يسافر يدور على حياة جديدة، ولكن لما بيرجع بيلاقي الصراعات دي بيتلاحقوا مرة تانية. الفيلم الرابع معانا هو فيلم الساب، وتم إصدار الفيلم في 2024. الفيلم من بطولة أحمد السقا وشريف منير ومصطفى فهمي ومحمد ممدوح وعمرو عبد الجليل ودياب. قصة الفيلم عن أحداث حقيقية عن دور الأجهزة الأمنية المصرية في مواجهة الجماعات الإرهابية، واللي من ضمنها الحادثة اللي اتقتل فيها 21 مصري في ليبيا. الفيلم بيستعرض عمليات الجيش المصري اللي تمت للتصدي للعناصر الإرهابية وحماية البلد من تهديداتهم. والفيلم الخامس معانا هو فيلم البعبع، وتم إصدار الفيلم في 2023. الفيلم من بطولة أمير كرارة وياسمين صبري ومحمد أنور وباسم سمرة ومحمد عبد الرحمن. الفيلم أحداثه بتدور في يوم واحد حوالين سلطان، وده مجرم مخضرم لسه خارج من السجن، وبينفذ عملية تسليم آثار لتاجر، ولكن بيغدر بيهم وبيقدر ياخد الفلوس والآثار ويبلغ عنهم الشرطة. وهو بيخطط للهروب برا البلد بيتفاجئ بظهور ولاده، واللي ما كانش يعرف عنهم حاجة قبل كده، فبيضطر يهرب معاهم وسط مطاردة العصابة ليهم. والفيلم السادس معانا هو فيلم شماريخ، واللي أنتج سنة 2023. الفيلم من بطولة آسر ياسين وأمينة خليل ولافينيا نادر وخالد الصاوي.
بتدور قصة الفيلم حوالين رؤوف، الابن الغير شرعي لتاجر المخدرات سليم، اللي بيحاول يكسب اعتراف والده بيه، ورؤوف بيشتغل معاه في أعماله المشبوهة، وبيتكلف بمهمة اغتيال ناس معينة، ولكن أبوه لما بيأمره إن هو يقتل أمينة، ودي بتكون بنت واحد من أعدائه، بيلاقي نفسه مش قادر ينفذ المهمة دي بالتحديد، وبدل ما يقتلها بيساعدها إن هي تهرب، ومن هنا بتبدأ الأمور تتعقد وهو بيقع في حبها. الفيلم السابع معانا هو فيلم كيرة وجن، وتم إصدار الفيلم في 2022. الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري وسيد رجب وأحمد مالك وهدى المفتي. بتدور قصة الفيلم في ثورة 1919، وقت ما كان الشارع المصري مليان بالغضب ضد الاحتلال الإنجليزي، والأحداث دي بتجمع بين أحمد عبد الحي كيرة وعبد القادر الجن، واللي بيتوحدوا في النضال والكفاح ضد المحتل الإنجليزي دفاعا عن حرية الوطن. والفيلم الثامن معانا في القايمة هو فيلم العنكبوت، وتم إصدار الفيلم في 2022. الفيلم من بطولة أحمد السقا ومنى زكي وظافر عابدين ويسرى اللوزي. وبتدور قصة الفيلم في إطار من الحركة والإثارة حوالين تاجر مخدرات خطير بيقدر يخترع نوع جديد من المخدرات وبيبدأ يبيعه، ولكن اللي بيعمله ده بيوقعه في مشاكل كتير، وبيلاقي نفسه في مطاردات مستمرة من الشرطة. الفيلم التاسع معانا هو فيلم عمهم، وتم إصدار الفيلم في 2022. الفيلم من بطولة محمد إمام ومحمد سلام وهدى المفتي وأيتن عامر وسيد رجب وباسم سمرة. بتدور قصة الفيلم حوالين سلطان اللي بيشتغل ملاكم ومدرب في مركز رياضي مع صاحبه سعيد، وبالصدفة بيلاقوا نفسهم وسط مطبعة لتزوير الفلوس، وبيتورطوا في سلسلة من المشاكل والمتاعب بسبب ده. الفيلم العاشر والأخير معانا في القايمة هو فيلم العارف، والفيلم ده أنتج سنة 2021، والفيلم من بطولة أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وكارمن بصيص وراكين سعد. بتدور قصة الفيلم حوالين يونس، واللي بيعيش مع مراته وبنته الرضيعة في شقة في وسط البلد، وبيقرر يسرق بنك عن طريق الإنترنت، بس اللي بيعمله ده بيدخله في مواجهة خطيرة مع واحدة من أخطر العصابات على مستوى العالم. وبكده أكون وصلت لنهاية الفيديو، فلو وصلت معايا لحد هنا أحب أشكركم جدا وأقول لكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وتزوروا موقعنا، واستنونا في فيديو جديد، وسلام.